هلو هلو، مساء الفل عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض تتبيلة فراخ خطيرة، طعمها حلو جدا ومكوناتها مش كتير، مكونين اتنين بس: زبدة وتوابل. شايفين شكلها ومن جوه وريحتها روعة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا نص فرخة، الصدر وورك، ومعايا معلقتين زبدة. طبعا غسل الفراخ كويس جدا بالليمون وبالملح وبالدقيق. معلقتين الزبدة احط عليهم ملح وفلفل وزعتر، لازم مهم جدا الزعتر في الوصفة دي، وشوية روزماري. هقلبهم كويس جدا اهو الزبدة مع التوابل، وهضيف عليهم نص معلقة نعناع صغير، بتديها يا جماعة ريحة خطيرة. هجيب بقى الفرخة بتاعتي وادهنها كويس بالزبدة والتوابل، من جوه بقى ومن بره ومن عند من تحت الجلد كده، ومن الفتحات اللي انا عاملاها في الفراخ، ومن ورا. واسيبها في التتبيله كده يعني لمده نص ساعه اهو زي ما انتم شايفين. وبعد ما اتبلها بقى هجيب كيس حراري، عشان مش عايزاها بقى يدخل لها ميه او اي حاجه، انا عايزاها تستوي في قلب التتبيله اللي فيها كده. احطها في كيس حراري وهربطه كويس وهدخلها على الفرن. بس طريقه سهله جدا وتتعمل في ربع ساعه، تكوني عامله الفرخه ومتبلاها ومظبطاها اهو. حطها بقى في صينيه، هفتح بس هخرم الكيس خرم صغير علشان لا قدر الله ما يفرقعش في الفرن ولا حاجه، واحط شويه ميه من الكتل في قلب الصينيه من تحت، وفي الفرن بقى لمده ساعه لحد ما تستوي. تمام اهو زي ما انتوا شايفين بقى كده. وبعد ما تستوي بقى خلاص هشيل من عليها الكيس الحراري، وهحطها بقى تحت الشوايه لمده 10 دقايق، ما تحرقهاش، يا دوبك بس تاخد لون ذهبي حلو كده تحت الشوايه اهو. وهنا بقى بعد ما خدت لون حلو جدا اهو شايفين، هعملها بقى كده جنب شويه رز بسمتي. وسامحوني في الرز لان النور قطع وقعد ساعتين كالعاده. الرز بعمل ايه بقى؟ بحمر بصلايه مبشوره صغيره جدا، هقول لكم الطريقه بسرعه، وبحط معاه شويه توابل، قرفه وزعتر وروزماري والحاجات دي، التوابل بتاعه الرز. وبعد كده هنزل بالرز واحط معاه شويه زعفران بس، وشويه الميه لحد ما يغلي. شايفين بقى الصوص بتاع الفراخ؟ طعمه حلو جدا، الصوص اللي نازل منها ده، الزبدة والتوابل عاملين شغل عالي. او ايه رأيكم في شكلها؟ جربوها ويا رب تعجبكم. باي باي.